النهاردة هنعمل بسكوت سهل وبسيط جدا، يعني يخلص كده في 10 دقايق. طريقة تشكيله سهلة وبسيطة جدا، ولو انتم مبتدئين هتعملوه بكل سهولة، وطعمه رهيب بجد. أول مرة تشوفوني أنا مي، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، ويلا نبتدي. هنحتاج بس 4 مكونات. هنحتاج 3 كوبايات دقيق، وكوباية زبدة، وبيضة، وكوباية سكر ناعم أو بودرة، والمعلقة الكاكاو دي لو انتوا حابينه مثلا شوية كده بالكاكاو. اول حاجة هنجيب بولة ونحط فيها كوباية الزبدة بس تكون طرية، وهنا نقدر نستبدل الزبدة بالزيت او السمنة، او نعمل ميكس بين الزبدة والزيت او السمنة والزيت اللي تحبوه. تقدروا في المرحلة دي ان انتوا تستعملوا الاسباتولا او المضرب اليدوي، لكن انا بسهل على نفسي بالمضرب الكهرباء عشان اخلص بسرعة. اول ما القوام يبقى كريمي كده وفاتح والمكونات امتزجت مع بعضها، انزل البيضة بدرجة حرارة الغرفة ونص معلقة فانيليا صغيرة، وارجع اضرب تاني لحد ما القوام يرجع كريمي تاني. واحاول كل شوية انزل الزبدة اللي في الجناب دي عشان كله يمتزج مع بعضه. انزل كده كل اللي في الجناب بقى، واقلب تقليبه كده اخيره، وبعدين انزل عليهم ب3 كوبايات دقيق ومعلقه بيكنج باودر صغيره ورشه ملح. اقلب كده تقليبه عشان الدقيق والملح والبيكنج باودر يمتزجوا مع بعضهم، وابدا ان انا انخل المكونات الجافه على المكونات بقى الزبده والبيض والسكر اللي احنا عملناه. نقلب بقى بالسباتولا لحد ما نشوف كده انه الدقيق والزبده كده امتزجوا مع بعضها شويه، وبعدين اركن السباتولا على جنب، وابدا ان انا اعمل بايديا، اقلب بايدي مش اعجن بايديا. اقلب كده لحد ما الدقيق يختفى خالص، وبعدين ابدا ان انا اشوف العجينه بتاعتي عامله ازاي، بس مش بايدي اللي انا بعجن بيها عشان انتوا تحسوا ان هي ملزقه شويه، لا، احنا نشوف بايدينا التانية. لو لقينا ان القوام كده احنا كده ماشيين تمام ما بتلزقش، لو حسينا ان هي بتلزق زي ايدينا التانية كده، نبدا ان احنا نحط معلقتين او معلقه الاول دقيق ونشوف. ده كده قوام العجينة لما نشكلها كده كورة كده ونضغط عليها وما تشققش، فكده مظبوط. لو لقيتيها ان هي شققت معاكي، ضيفي لها معلقة زبدة او معلقة زيت اللي انتوا عاملين بيه. تمام. واجيب بقى هنا معلقة الكاكاو اللي احنا حطيناها، نبدأ هنا نحط بقى معلقة مية او معلقة لبن او معلقة زبدة او معلقة زيت، اي حاجة انتوا تحبوها، ونبدأ نعملها معجون كده، عشان لو حطينا الكاكاو على طول على العجينة هتنشف العجينة مننا. افضل اقلب كده لحد ما لون العجينه كلته يبقى لون واحد، وبعدين بقى هتشوفوا قوام العجينه مظبوط بالظبط زي العجينه الفانيليا بالظبط. لو حسيتي ان هي مثلا لانت منك شويه بسبب نقطه اللبن اللي انت حطيتيها او نقطه الميه اللي انت حطيتيها، اوعي تحطي اي حاجه، ما تحطيش لا كاكاو ولا دقيق. هي هتسيبيها شويه بس كده على ما تنضفوا حواليكم، وهتلاقوا ان القوام ظبط. وده كده قوام العجينة كده لما اشكلها واضغط عليها ما تشققش. ابدأ ان انا بقى اشكلها باي حاجة. بالنسبة بقى للشكل ده كان طلع كده ترند كده فترة، فانا كنت لما طلع كنت بحب قوي اعمل البسكوت الشكل ده. اجيب المدق البفتيك كده، وابدأ ان انا ارش رشة دقيق صغنونة، واجيب الكرة بتاعتي كده واضغط عليها، هتطلع بكل سهولة. وده كده كمان شكل تاني، ابدأ ان انا اجيب اي حاجة، غطاء ازازة، اي حاجة تحبوا ان انتوا تشكلوا بيها. وده كده كمان شكل تاني، اجيب كده كورة وابلي 7 دقيق، وابدأ ان انا اضغط هنا كده زي ما انتوا شايفين، قال يعني ايه، بعمل قلب كده بس شكله لذيذ اوي. ونعمل كمان شكل كده، والشكل ده لذيذ وعسول قوي. نجيب كده كورة كده وبسكوتية ونضغط عليها، ونجيب اي حاجة بقى بالشكل ده، ونبلها بل دقيق كده، ونبدأ ان احنا نخرم خرم صغنون كده. دي بقى لو انت هتحطي اي حشوة فيه، الشكل ده برضو عسول قوي.
ده كده كمان بالشوكة كده نسحب سحبة كده، نضغط ونقوم ساحبين كده، برضو شكله سهل ولذيذ قوي. وعسول البسكوت رائع جدا وطعمه حلو قوي. وبرضو نبدأ نعمل عجينة الكاكاو، بس واحنا بدل ما نبل بلة الدقيق نبلها بلة كاكاو، بس ما نكترش قوي عشان الكاكاو ما يبقاش عامل قوي ضغط في البسكوتين. خلاص بقى الكمية بتاعتنا كلها، وبعدين ندخل البسكوت بتاعنا على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. تاخد لها ربع ساعة كده على حسب قوة الفرن بتاعك. أول ما تاخد لون من تحت نقوم مشغل لها لون الشواية. أنا بحب اللون ده، لو انتوا بتحبوه فاتح شوية عن كده براحتكم، كل واحد زي ما يحب. بسيبه لما يبرد وبعدين نبدأ نزينه بقى التزيين اللي احنا نحبه. بالنسبة بقى للأشكال اللي احنا عملناها دي، القلب وكده والفورم اللي احنا خرمناه ده، فأول ما يخش الفرن احنا هنحس ان هو أصلا عشان فيه بيكنج باودر، هتحسي ان هو عالي كده ونفش. هنا بقى في الحتة دي في نص السوا كده نبدأ ان احنا نضغط على القلب. انا عارفة ان هو هيبقى سخن كده، بس هنعمل زي ما احنا كنا عاملين كده بالصابع، نعمل كده. ونفس برضو الخرم اللي احنا خرمناه بالبتاع اللي هي الاسباتولا دي، بظهر الاسباتولا، نبدأ ان احنا نعمل العملة دي تاني في نص السوا. نبدأ بقى هنا نزين القلب بتاعنا كده، نحط فيه النوتيلا بقى او اي حاجة تحبوها، مربى اي حاجة، ونبدأ نهزها كده عشان الشوكولاتة تبدأ تروح في كل حتة. نزين بقى بأي حاجة احنا نحبها، بأي طعم احنا نحبه، أي حاجة. نبدأ بقى نعمل خطوط كده شوكولاتة على البسكوتة اللي احنا كده خرمناها بظهر الاسباتولا. قد ايه بقى البسكوت طعمه فظيع. انا بالنسبة لي بحب الشوكولاتة كده بتبقى سايحة على البسكوتات، واي حاجة بتبقى سايحة بحبها قوي. البسكوتة كمان اللي هي السادة دي تحفة تحفة جدا وشكلها حلو قوي، بس طبعا اي حد بيحب النوتيلا واي حد بيحب الشوكولاتة. قد ايه بقى البسكوتة مقرمشة كده وبتدوب في البق، رهيبة بجد. ما تنسوش تجربوه عشان هو تحفة بجد، تحسوه سابلاه في نفسه كده.